سلام سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غدا ان شاء الله غادي نطيب معكم دجاج محمر بالتغميره. وهنا قلت لي مالا نشارك معكم الطريقه ديال الغسل ديال الدجاج. الطريقه اللي كيديروها الطباخات صراحه باش كيجيكم الدجاج بنين، وحتى داك الشرموله كتحسوا بها. ما تقربوش الماء للدجاج نهائيا، كتاخذوا غير الملحه وبها باش كتبقاو تحكوا الدجاجه كامله كيف ما كتشوفوا. يعني عريو ليها الجلده ديالها وحيدوا من هذاك الجيلاتين وداك الخيوط كاملين اللي فيها. هاد الطريقه هذه صراحه كتخلي الدجاج يجي بنين، والطريقه ديال الطباخات اللي كيستعملوها. من بعد ما غادي نحك الدجاج ديالي كامل بالملحه ونحيد منه داك الخيوط كاملين الجيلاتين، المهم نصفيوها مزيان. غادي نشارك معكم التخليطه اللي غادي ترقدوا فيها الدجاج باش كيجيكم بنين وكتحسوا بداك العطريات شربات هاد الدجاج. المهم غادي نكمل هاد الطريقه هذه حتى نسالي الدجاج ديالي باش ما نطولش عليكم لا فيديو. ومن بعد غادي نمشيو نحضروا التخليطه اللي غادي نرقدوا فيها الدجاج. وهنا بعد ما كملت الدجاجات ديالي مزيان حكيتهم مزيان بالملحه. دابا غادي نوجدوا التخليطه. غادي ناخذوا الطراب، درت فيه هنايا الماء، يعني شحال ديال الكميه عندكم. انا درت هنايا 2 اطر ونص. غادي نضيف ليهم 2 ديال الحامضات، معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال لاموطارد، ومعلقه ديال السكنجبير. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان وبيهم باش غادي نرقد الدجاج ديالي. صراحه بهاد التخليطه هذه كيجيو روعه. صافي من بعد ما كترقدوا مزيان بعد غتشلوهم وتغسلوهم مزيان.